إنا لله وإنا إليه راجعون. سامحوني لو الفيديو ده مش هيكون متمنتج أساسا، لكن اللي قدام حضرتك في الصورة دي طفلة اسمها رقية. رقية طفلة يعني كل ذنبها إنها وقفت اتفرجت على فرح من البلكونة. البنت من كام يوم سمعت صوت فرح في المنطقة، فزي أي طفل خرجت للبلكونة وراحت تتفرج على الفرح ده. لكن للأسف العريس واصحابه عملوا الحاجة اللي احنا بقالنا سنين بننادي بيها. يا جماعة الحركة دي لا هتبينكم رجالة، ولا هتبين ان انتوا اقوياء، ولا هتبين ان انتوا اغنياء، بالعكس بتبين عكس كل ده. كانوا مشغلين شماريخ وحاجات كده، الا انه العريس ما يكتفيش بده، يطلع طبنجة ويفضل يشتغل بيها في الجو اكتر من مرة. تيجي واحدة في حبيبتي رقية اللي كانت واقفة بتتفرج على الفرح، اول ما وقعت اهلها اتخضوا، طلعوا يجروا عليها شالوها وجريوا بيها على السلم على اساس ان هم يودوها اقرب مستشفى. هتقولي طب البنت توفت ليه ما لحقوهاش بسرعه؟ للاسف لان هم ما عندهمش وسيله مواصلات سريعه، ما فيش عربيه كانت معاهم. هتقولي طب ما في عربيات بتاعت الزفه اللي كانت واقفه تحت. اقول لك ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. اكتر من 6 عربيات ظاهرين في الفيديو، ولا واحد منهم قرر ان هو يفتح باب عربيته ويحط البنت معاه ويوديها المستشفى. الفيديو كان مبين ان هم واقفين عاملين كده، عمالين يتفرجوا على البنت واهلها وهم شايلينها وطالعين يجروا بيها ومش لاقيين عربيه يودوها. هم عمالين يتفرجوا ليه؟ علشان الحاجه اللي انتوا بتعملوها اللي هي عشان تبين المرجله وتبين الجدعنه وتبين ان انتوا اقوياء واقفين بتعملوا وبتجاملوا صاحبكم وبتعملوا وبتسووا معاكم شماريخ وده معاه طبنجه. لكن هي دي المرجله، انك تشوف بنت واهلها في ازمه زي كده وانتوا السبب فيها، اللي بالمناسبه هي رجوليتكم اللي انتوا كنتوا فاكرينها دي، يعني انتوا السبب فيها، وسايبين البنت تمشي كده قدامكم واقفين عاملين كده، ولا واحد يفتح باب عربيته ولا واحد. ولكن للاسف بقى العريس هنا قرر يطلع ويدي طبنجه لحد ويهرب ويطلع يجري على السلم، وفين وفين بقى لك طب انا اروح بقى ايه اسلم نفسي والموضوع هيبقى بالغلط وبتاع وخلاص، والموضوع كده هيخلص على غرامه ولا على ديه ولا على اي حاجه. لكن يا جماعه بالعقل كده البنت توفت نتيجه ايه؟ نتيجه ان واحد عارف ان في ناس واقفه في البلكونات. هو ده واحد كان سايق عربيته فطلع له واحد مره واحده؟ ده واحد ماسك طبنجه وعارف ان في ناس هتكون واقفه في البلكونات بتتفرج، عارف ان هو في منطقه سكنيه، عارف ان في عيال صغيره ممكن تبقى تتفرج من البلكونه. هتقول لي غلط؟ فين الغلط في كده؟ هو عشان مش متعمد، هو عشان مش رايح لحد بعينه ومتعمد يبقى كده بالغلط؟ لا هي كده مش بالغلط. يعني انا ابقى واقف في شارع عارف ان هيبقى في عيال صغيره كتير واطلع اجري بعربيتي باقصى سرعه وتقول لي انا كده بالغلط؟ لا طبعا مش بالغلط يا جماعه. فللاسف العريس دلوقتي والمحاميين بتوعه والناس اللي هي اصحابه اللي عمالين يجاملوه بيخش على كل الكومنتات على كل الصفحات طالعين يدافعوا عنه ويقول لك لا ده بالغلط، ده ما يقصدش. ما يقصدش ايه؟ ده في منطقه سكنيه، ده في منطقه سكنيه. هو انتوا بتحسبوها ازاي ولا بتفكروا ازاي يا جماعه؟ هتقول لي انت متنرفز؟ دي متنرفز عشان ده حق بنت صغيره، وارد اي حد يبقى مكانها، وارد بنتك بنتي بنته، كل الناس ممكن تتعرض لحاجه زي كده. عشان ايه؟ عشان شويه ناس. يعني الواحد بيحاول يمسك نفسه. يا جماعه اتقوا الله في افراحكم، اتقوا الله في افراحكم. دي مش افراح اللي انتوا بتعملوها، ادي نتيجتها. فاحنا بنطلب من القضاء يعني لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا سياده النائب العام، القضاء المصري بنطالب سيادتكم. دي مش خطأ يا جماعه، والله العظيم الطريقه دي ما خطأ. هنفضل نعملها كتير في كل الافراح وفي الاخر هتقول خطأ. لا عايزين نغلظ الموضوع اكتر من كده، عشان دي مش غلط. انت واحد وعارف انك واقف في وسط منطقه سكنيه فيها ناس. نتمنى ان القضاء يقول كلمته اللي تريح الناس، علشان اهل البنت دي ايه اللي هيعوضهم عن بنتهم؟ للاسف ولا حاجه. ربنا يرحم رقيه، ربنا يصبر اهلها، وربنا يعني يلهمهم الصبر والسلوان.